لازم تستنى تفاصيل بما تحمل الكلمة من معنى. وعلشان ما احرقلكش في المقدمات كتير هفرجك على كل تفصيلة والتانية، ولكن قبل اي شيء لازم تضرب اللايك، واللي مش مشترك في القناة يتفضل ويشرفنا باشتراكه على دماغي من فوق. مع العبد لله هتشوف كل التفاصيل. يلا بينا نتفرج يا كبير. بعد ما خلاص ضمننا مصطفى العش وانضم لينا احمد رمضان بيكهام من سيراميكا ولعب معانا، النهارده كمان بينضم ياسين مرعي قلب دفاع فاركو رسميا لمدة 5 سنوات. بكام؟ ما يفرقش، ولا يهمني اعرف، ولا يهمك انت كمان تعرف. طالما جه النادي الاهلي احنا سعداء بيه. ب5 جنيه، ب50 مليون جنيه ما يفرقش معايا. يفرق معايا انه يجي ويؤدي ويلمع في النادي الاهلي. خد بالك، ياسين مرعي لاعب كويس قوي قوي قوي، عنده مميزات واضحة زي الشمس، من احسن اللاعبين في خط الدفاع اللي عنده توقع للكرة. عنده توقع ممتاز، بيروح للكرة دايما جزء من الثانية قبل المهاجم، ودي نقطة جميلة جدا جدا، وده بيخليه دايما الافضل في توقيت المهاجمة لاستخلاص الكرة. محتاج شغل في ايه؟ محتاج شغل في التمركز. امتى وهو اخر مدافع يتقدم خطوتين يطلع الفرود اوفسايد، وامتى يفضل في مكانه علشان يبقى عنده فرصة للتغطية على زميله اللي كاشف الاوفسايد، وهكذا. محتاج مدرب يوجهه بس في التحركات والتمركز في خط الدفاع، انما هو خامة من افضل ما يكون وسريع قوي بالمناسبة. كده بانضمام ياسين مرعي بعد احمد رمضان بيكهام ومصطفى العش، الاهلي بيعوض غياب رامي ربيعة بشكل كبير جدا جدا جدا. ما بقاش عندنا مشكلة في قلب الدفاع. رامي ربيعة مشي، لكن موجود اشرف داري المغربي وياسر ابراهيم ومصطفى العش واحمد رمضان بيكهام وياسين مرعي. الاهلي بيدور على بديل كفء في الباك الشمال. مش محمد شكري بعد ما نادي سيراميكا تمسك بضم كريم الدبيس بقى فيه شوية مشاكل. النادي الاهلي مش عنده استعداد يمشي كريم الدبيس ويجيب باك شمال مكانه. الثغرة هتفضل موجودة لان لاعب واحد ما يكفيش. لكن لحد دلوقتي ما فيش اي كلام عن دعم الباك اليمين. محتاجين دعم كبير في الباك اليمين يا جماعة. النادي الاهلي في الباك اليمين محتاج دعم، ودعم واضح، خصوصا في الجانب الهجومي. شفتوا امبارح اللاعب ترينت الكسندر الانجليزي اللي منقول من فريق ليفربول الى فريق ريال مدريد، التمريرة اللي عملها في الهدف الثاني لفرناندو جارسيا تمريرة درس. شفتوا اشرف حكيمي الجول الثاني اللي جابه ديمبلي لباريس سان جيرمان في بايرن ميونخ، الباك اليمين درس. ده باك يمين وده باك يمين، وده عمل التمريرة بتاعته من جوه ال18 وده عمل التمريرة بتاعته من جوه ال18، وده حط زميله قدامي جول بس يحط جول، وده حط زميله. اهو ده الباك اليمين. ده اللي نفسنا نشوفه يا جماعه، نفسنا نشوف باك يمين على المستوى ده. فاهم في الصفقات. انا هساهم بس انا مش مسؤول عن الصفقات. قول له اللي فهمته. اللي قال يعني اللي انا طلعت بيه من الرؤيه دي ان انت خليك بعيد لكن ادفع. طب ادفع يبقى انت مستثمر. يعني نادي الزمالك الان في قبضه المستثمرين، في ناس واخدين حصص. ده مجرد توقع مني مش معلومه يعني، بس بالمنظر اللي احنا بنشوفه واللي قاله ممدوح عباس ده النهارده بيقول انا هدفع لكن انا ماليش دعوه بالقصه. في واحد بيدير. عمر ما ممدوح عباس كان بيقول كده، كان بيطلع يقول لك انا هجيب او دين في رقبتي هجيب لك لاعب مش عارف كده. دلوقتي بيقول لك انا في لعيبه اللي بتيجي ماليش دعوه بيها بس انا هدفع فلوس فيها. فهي كده عمليه فيها ناحيه استثماريه، لكن الفكره نفسها او الصوره نفسها لم تتضح لنا حتى الان ولم يعلن عنها رسميا. هل تم بيع نادي السؤال؟ هل تم بيع نادي الزمالك؟ لا بس الصعايده ما بيركزوا بيجيبوا حاجات ما حدش واخد باله منها خالص. بحييك يعني، والتفاصيل اللي هتيجي بعد كده. انا بقول ده مجرد قراءه للمشهد وما عنديش مع لا دي قراءه بنت لذينه، بحييك عليها يعني. قراءه يعني الناس قليله قوي فهمتها. لكن انا ممدوح عباس عايز اقول لك ان علاقته كويسه بجون. جون مع سمير عبد التواب دول محسوبين يعني قريبين من ممدوح عباس. لكن هو في الاخر ممدوح عباس يعني واخد بالك. اللي يهمني يعني مش وقت وجع والنبي خفه عون، بلاش توتات. الراجل عاشق للزمالك وعاش. انت قلت هتجيب صفقتين، هات الصفقتين ودمته.
لكن انت اصلا مش من حقك ان انت تختار لعيبه، يعني مش من حقك نقول له الاوسي يا مش هدفع. احنا بنقول لك الاوسي ده لعيب كويس، مان كويس، ادفع ماشي، فاهمني؟ هو الطبيعي ان يرشحوا لك يعني. طيب بدأ الكلام عن شيكو بونزا ده انجولي في الدوري البرتغالي. ارقامه يا اوسي مهاجم هو في الدوري البرتغالي وخلص ب4 سنين. ارقامه سيئه سيئه، يعني انت لو بصيت لارقامه سيئه، بس انا عمري ما بتعامل بالارقام. انت بتجيب ارقام ياما هنا ياما هنا وما بتنجحش. الفيصل ايه زي ما قلت؟ الملعب يا ريس. وارقام مثلا وسام، ارقام لما جه ما كانتش بالمنظر المرعب ده. بالظبط. فانت ايه الارقام ضعيفه جدا. الاخبار الزمالك النهارده كل الاعلام طاير من الفرحه ان الزمالك ضم لاعب محترف من البرتغال. ده العنوان. الزمالك يضم نجم استريا او استريلا البرتغالي. استريلا دي امادورا. ده العنوان، مع انه لاعب انجولي. يبقى الزمالك يضم لاعب انجولي، ده القانون ده. انما لا، لازم يقول لك من البرتغال، ولازم يقول لك من استريلا البرتغالي، يعمل شويه غموض. انما لما جه ضم مشلاك البولندي قال لك الزمالك يضم نجم بولندي، ما قالش بقى انه جاي من احد السعودي. لا، بيدوروا ازاي يلمعوا الزمالك شويه زياده. طيب الانجولي اللي هينضم للزمالك من استريلا ده اسمه شيكو بانزا. هو ما اسموش شيكو بانزا، هو اسم الشهره بتاعه شيكو بانزا زي شيكابالا كده اسم الشهره برضه، ان هو اسمه فرانسيسكو جونزالفيس ساكالومبو. والله ساكالومبو اسمه كده، ساكالومبو والله ما بتريق على الاطلاق، اسمه ساكالومبو. ومش عارف شيكابانزا دي جت منين، مع ان شيكوبانزا دي لوحدها برضه فيها كلام. هم اساميهم يا عيني مش موفقين ابدا ابدا. يجيبوا باك شمال مغربي الاسم مش موفق، يجيبوا مدرب بلجيكي الاسم مش موفق، يجيبوا الشيكوبانزا ده اسمه مش موفق. المهم اللاعب ده عنده 27 سنه، بيلعب من 2000 من هو عنده 19 سنه في اوروبا. من 19 سنه عمره ما اتدفع فيه يورو غير السنه دي يناير اللي فات. طول عمره من نادي لنادي 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 ببلاش 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 ببلاش. دي اول حاجه. طلع من انجولا وهو لسه 19 سنه، راح لعب في نادي اسمه ليكسوس في البرتغال، نادي درجه تانية. سنه 2018 لعب 5 ماتشات ما جابش ولا جول. سابوه ببلاش لماريتيمو، لعب موسمين. عارفين في الموسمين لعب كام ماتش والله ماتش، وما جابش ولا جول. ساب موسمو وماريتيمو وراح قبرص، راح نادي اسمه نيا سلاميس، لعب 4 ماتشات ما جابش ولا جول، وكان كمل 23 سنة. يعني لغايه ما بقى عنده 23 سنة الشيكوبانزا ده كان لعب 10 ماتشات مع 3 أندية ما جابش ولا جول. 10 ماتشات في 3 سنين وما جابش ولا جول.